السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية راح أوجه كلامي إلى الشعب البرشلوني وليس الشعب الميسي، لأن بصراحة الشعب الميسي لو ميسي يروح للقمر يروحون وياه. لكن خليني اليوم أتكلم مع الشعب البرشلوني اللي يحب نادي برشلونة فعلا وأقول لهم إي نعم، ميسي دمر برشلونة، وبالتحديد دمر فلسفة برشلونة. جمهور البرشا راح يزعل علي بالبداية، لكنه إذا كملوا الفيديو الأخير راح يعرفون أنا إيش دا أقصد. وأنا لما أقول لكم دمر فلسفة برشلونة راح تسألوني شنو هي فلسفة برشلونة؟ فلسفة برشلونة وهي التيكي تاكا، وهذا مصطلح إعلامي إسباني طلقوه على الكرة الشاملة. والكرة الشاملة جابها المدرب الهولندي رينوس ميشيلز إلى برشلونة في بداية السبعينات، وكان معاه أفضل لاعبين العالم ذاك الوقت اللي هو يوهان كرويف. وهذا المدرب قام مع كرويف بتطوير هذه الفلسفة داخل برشلونة، وعلموها إلى حتى الأطفال الصغار، ومشوا بيها واحدة واحدة من البداية، وأسسوا عليها البناء الجديد لنادي برشلونة. ولما كرويف بعد فترة صار مدرب البرشلونة عام 88 إلى 96، قام بتطوير هذه الكرة الشاملة ونقلها إلى تلاميذه، وبعدها صار هو المشرف على كرة القدم بنادي برشلونة. ولو تلاحظون كان دائما برشلونة يختار مدربين مناسبين لهذه الفلسفة، أمثال لويس فان غال، فرانك ريكارد، وغوارديولا، ولويس إنريكي. وجوز واحد من عندكم يسألني، هو غوارديولا وميسي مو نفس ميشيلز وكرويف؟ يعني مو نفس التركيبة؟ راح أجاوبك صحيح، بس تطبيق كرويف للكرة الشاملة يختلف عن تطبيق ميسي للكرة الشاملة. يعني الكرة الشاملة بزمن كرويف كانت عبارة عن 4-3-3. مثلا عندنا المدافع الأيمن يتحول إلى جناح أيمن، والجناح الأيمن يتحول إلى مهاجم للأمام، والدفاع الوسط المتأخر يتقدم إلى ارتكاز، والارتكاز يتقدم إلى الهجوم، ومن ثم تصير 4-3-3 إلى 2-4-4، ويصبح قدامهم مساحات واسعة للعب. ولما يستلمون الكرة ويتناقلوها بيناتهم راح تصير مشكلة كبيرة على الفريق الخصم وراح ينشل تماما. وكان كرويف ينتقل في جميع أرجاء الملعب وبكل المراكز ويبدل مع جميع اللاعبين، بحيث يكون أي لاعب بالفريق ممكن يلعب بأي مركز ثاني بالملعب. وهذه هي فلسفة الكرة الشاملة في برشلونة. واللي صار في زمن غوارديولا هو نفس اللي صار في زمن كرويف أول ما استلم، يعني استلم لاعبين مؤسسين منهم وأطفال على الكرة الشاملة، وغوارديولا فقط كمل اللي سواه كرويف. وبعد 4 سنوات صار تغيير بهذه الفلسفة، وصار غوارديولا عاجز عن تطبيق الكرة الشاملة مثل ما كان قبل، ووجد نفسه أمام تغيير كبير في فلسفة برشلونة على إيد ميسي، هذا اللاعب الصغير اللي يتحول إلى عملاق كرة القدم في العالم. صار غوارديولا أمام نارين، نار دفاع عن الفلسفة اللي قضى عمره كليته يطورها ويعلمها، ونار ثانية وهي ميسي وقيادته الفردية للفريق، واللي كانت هي اللي تصنع الفوز والتفوق لبرشلونة، وخلت كل منظومة الكرة الشاملة تتوقف عن العمل، لأنه برشلونة صار عبارة عن ميسي فقط. ولذلك غوارديولا رحل عن برشلونة واخذ فلسفة الكرة الشاملة وياه، وخلى برشلونة بيد ميسي، هو الملك، هو القائد والحاكم في برشلونة. إلى هنا أعتقد الأمور كانت طيبة، لكن شوية شوية برشلونة نسى يعني شنو فريق كرة قدم، وشوية شوية نسى يعني شنو التوازن بالملعب، ونسى برشلونة كل شيء عن الكرة الشاملة، واعتمد على فرديات ميسي. وميسي طبعا خلاك بقدراته تتجاهل كل المشاكل اللي كانت تحدث في دفاع الفريق. وطبعا الفرق الأخرى كانت تبني كل لعبها مع برشلونة هو أنه كيف نوقف ميسي، ونسوا أنه برشلونة عنده أضعف دفاع. ومشت الأيام والسنين وإذا بميسي يرحل عن الفريق. وشبه لكم وضع برشلونة لما ترك ميسي مثل الملك صاحب القوة والجاه وحب الناس، وفجأة رحل هذا الملك فانهارت المملكة بكاملها. فاللي صار أنه ميسي ضيع التيكي تاكا والكرة الشاملة، وبرشلونة ضيعت ميسي والتيكي تاكا والكرة الشاملة، وانهار كل شيء بسبب ميسي. ولو ميسي باقي يلعب بطريقة كرويف كان هسه برشلونة عندهم ألقاب حتى أكثر من ريال مدريد. وهسه شنو رأي الشعب البرشلوني بهذا الكلام؟ هذا مو رأيي الشخصي، لكن هذه الحقيقة. ولو تلاحظون كثير من عمالقة كرة قدم برشلونة تطلع بالإعلام وتقول نريد مدرب يرجع لنا فلسفة برشلونة القديمة. ولو كرويف موجود حاليا ويفتح التلفزيون ويلقى بيه ميسي، أنا متأكد راح يحول القناة. والآن بعد كل هذا اللي صار برشلونة يريد بديل تشافي، واعتقد المشكلة ما راح تنحل برحيل تشافي، لأنه هو من يمثل فلسفة برشلونة العريقة. فالمشكلة مو بالمدرب، المشكلة أنه ميسي غير عقلية حتى الأطفال الصغار ببرشلونة،
وصار اكو جيل جديد يعتقد بانه ميسي وعبقريته بالملعب هي التيكي تاكا او الكرة الشاملة، وهذه كارثة برشلونة الحالية. ولو تسألوني شنو الحل، ولو كان بيدي الحل كان ارجع ميسي يدرب مع الاطفال الصغار مثل ما كان كرويف يسوي، ويقول لهم انه اللي كنت اسويه هذا عبقرية من عندي وليست هي كرة شاملة وتيكي تاكا. أنا اليوم ما أريد أقلل من إمكانيات ميسي، ميسي أفضل لاعبين العالم على وجه الكرة الأرضية، لكن بصراحة من الظلم أنه نضيع جهد أجيال سابقة عملت في برشلونة من أيام ميشيلز وكرويف إلى غوارديولا، ومن الظلم أيضا أنه نحمل تشافي مسؤولية اللي دي يصير حاليا في برشلونة. وحتى أنتم إذا أسألكم هسه وأقول لكم تفضلون برشلونة مع ميسي وتشافي ونيستا وهذول العمالقة اللي كانوا، لو تفضلون برشلونة مع ميسي، أكيد راح يكون الجواب الأول هو لكم، وهذه هي الكرة الشاملة. تشافي، انيستا، ميسي، مو ميسي وحده. واعتقد وصلت الفكرة هسه للجميع، وبعد كل هذا الدمار اللي صار أصبح الفريق عاجز فنيا وماليا وإداريا، لأن ميسي لما ترك برشلونة ما ترك فراغ حتى غيره يمليه، ولكن ترك طريق مجهول لبرشلونة تمشي بيه. وبنهاية المطاف يردون بديل حاليا تشافي، والمصيبة أنه أنا ما شايف نادي يسوي إعلان على طلب مدرب ويقول بالإعلان ترى النادي ما عنده فلوس، يعني مثلا المدرب القادم راح يشتغل ببلاش. والمصيبة أنه الأسماء المقترحة حاليا أسماء كبيرة بعالم كرة القدم مثل يورجن كلوب وهانس فليك وكونتي الإيطالي وحتى مورينيو بالقائمة. وأخيرا الكارثة الكبرى، بعد ما كان برشلونة سابقا هو اللي يختار مدرب على مرامه اللي يخدم فلسفته بتطبيق الكرة الشاملة، صار هسه يعرض مهمة تدريب برشلونة بمناقصة علنية، واللي يطلب مبلغ أقل هو اللي ينفذ المشروع. فبالنهاية من الناحية التكتيكية ميسي هو اللي دمر برشلونة وغطى على كل الأخطاء بمهاراته الفردية ومحى فكرة الكرة الشاملة في برشلونة، وما أعتقد بهاي الظروف أحد يقدر يرجعها، لأن ببساطة بعد ما عندنا في عالم كرة القدم ناس مثل ميشيلز وكرويف. بالنهاية شاركوني برأيكم بالتعليقات، وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة، واللي فات الفيديو مال امبابي راح اترك لكم اياه هنا. وشكرا لمن كمل الفيديو الأخير، ونشوفكم على خير إن شاء الله.